يلا حلويات سهلة وسريعة ولذيذة. الجزء ما عدتش بصراحة، بما اننا احنا لسه بقى الحر ما شاء الله مطول معانا كده، فكفاية علينا الغدا والعشاء والفطار. الحلو بقى نعمله من غير فرهدة ومن غير فرن ومن غير بيض. حلويات سهلة ولذيذة وجميلة جدا، هنعملها بكل سهولة، مش هتاخد منك وقت خالص، وكمان مش مكلفة. وخلال الفيديو هقولك على بدايل كتير تقدري تعمليها بيها. بس تعالي اما نشوف بقى عملنا الجمال ده ازاي. الطبقتين عملناهم بأسهل حاجة ممكنة، والطبقة اللي فوق اللمعة اللي فيها دي حطولك سر بسيط جدا، هتطلعلك طبقة لمعة وناعمة جدا كأنك حاطة أغلى نوع كريمة في السوق. بس قبل ما نعرف ازاي، ما تنسيش السبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واللايك والشير وكومنتك الجميل اللي بيساعدني وبيفرحني اكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين، وان شاء الله النهاردة هنعمل حلويات سهلة وجميلة وممتعة في عمايلها وفي اكلها، لذيذة وناعمة وبتدوب في بقك كده وانت بتاكليها، والكل هيحلف بيها ان شاء الله. في الاول سميت الله وجبت الكازرولة بتاعتي وحطيت فيها 4 كوبايات لبن، يعني كيلو لبن. وعلى طول هجيب السكر بتاعي. السكر ده بقى على حسب ذوقك، انا حطيت هنا 90 جرام سكر، يعني تلت كوباية مليان شوية كده. معاكي بقى من 90 ل 110 115، يعني من تلت كوباية مليان لنص كوباية زي ما تحبي خالص. وهتدوبيهم كده معاكي على البارد. اهم حاجة المرحلة دي ندوب السكر كويس، يعني 75% كده دوبان، علشان بقية الخطوات اللي معانا تطلع مظبوطة وزي الفل. ونقلب كويس. وبالمناسبة دي ان شاء الله هعمل لك قائمة تشغيل بتضم كل الحلويات السهلة والسريعة واللذيذة، ما تنسيش تدخلي عليها وتشوفيها كاملة كلها، وان شاء الله هتعجبك وهستنى رأيك. جبت تالت مكون معانا في الوصفة دقيق السيمولينا او دقيق السميد زي ما تحب تسميه، بتاع البسبوسة طبعا، اللي موجود عندي في التلاجة وحافظاه من رمضان. جبت بالظبط 3/4 كوباية. 3/4 كوباية دول على الميزان يعني 135 جرام بالظبط. هحطهم على طول كده وهبدأ اقلب برضو تقليبة كويسة. خلي بالك علشان دي السيمولينا دوت بيتشرب السوائل، فانت بتقلبي كويس. وعلى طول في الخطوة اللي بعد كده ان شاء الله هقولك تعملي ايه. بس قبل ده كله هنحط معلقتين كده كريم شانتيه يحللنا الدنيا ويعززوا القوام والطعم معانا. لو انتي حابة تستغني عنه مفيش اي مشكلة خالص، هنشيله من الوصفة ولا تزعلي نفسك. هنقلب تقليبة حلوة كده ويلا بينا على البوتاجاز. حطينا الخليط بتاعنا على البوتاجاز وهنشغل النار على درجة حرارة اقل من المتوسطة، ونقلب بقى وايدينا فيه ما نسيبهوش، علشان الدقيق السيمولينا ده بيرقد معاكي في الكازرولة او في الحلة اللي بتشتغلي فيها، بيرقد تحت. فكل شوية كده بنقلب لغاية اول ما يبدأ يسخن اللبن. ما تشيليش ايدك من الكازرولة. ولو انت شاكه في حاجة هتجيبي كده الاسباتيولا وتمشي بيها في الجوانب بتاع الكازرولة او الحلة، وتطلعي بيها لو اي حاجة رقدت تحت او لزقت ولا حاجة. بس هو ان شاء الله لا بيلزق ولا بيحصل له اي حاجة طالما ماشيين بالخطوات المظبوطة والنار اقل من المتوسطة، الدنيا هتبقى زي الفل معاكي. تقليب بقى كده مستمر وعلى السريع. اول ما خلاص بدأت الدنيا تتقل معايا، بدأت معايا كمان الحبيبات بتاع السيمولينا تتفتح معاكي وبدأت تتشرب السائل بتاعي. شايفة ما شاء الله هي بدأت تنفش سنة بسيطة. وكمان مع التقليب ومع ان احنا هنوصل للقوام المظبوط هتبقى زي الفل واستوت 100%. بتقلبي بقى تقليب مستمر كده لغاية ما بيتقل الخليط معاكي وبيبدأ خلاص يدخل في الغليان. خلاص كده ما تقوليش بقى الخليط تقل وخلاص لا اطفي عليه، لا. شايفة القوام اللي معاكي دوت هو لسه فاضله شوية كمان عقبال ما ننزله من على النار. خلاص بدأت الفقاقيع بتاع الغليان كده تبدأ معايا. ونقلب تقليب كويس جدا جدا جدا. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. انت حابة تطعميه بفانيليا مفيش اي مشكلة، مش حابة تطعميه برضو مفيش اي مشكلة خالص. ده كله بيرجعلك في الاول وفي الاخر. بس انا بحب احط عليها مثلا سنة فانيليا، وهتحطي اقل حاجة فانيليا، يعني اقل من ربع معلقة، كمان سنة على طرف المعلقة كده هيديكي تطعيمة رهيبة ليه. حطيت يعني تلتين ربع المعلقة، يعني حاجة كده لا تذكر، يعتبر دي فانيليا خام.
وطبعا لو عندك الفانيليا الاكياس حطي كيس فانيليا، مفيش اي مشكلة. ونقلب كده تقليبة كويسة، وخلاص كده هو جاهز ان احنا ننزله من على النار. هنروح بقى نسيبه كده؟ لا، ده احنا هنطعمه تطعيمة حلوة كمان. شايفة قوامه عامل ازاي؟ قوامه جميل جدا. بس اللي هيحللنا القوام والطعم كمان 25 جرام زبدة، يعني معلقة كبيرة كده. زبدة دي القوالب، لو انت حابة تحطي سمنة بلدي مفيش اي مشكلة، اي نوع زبدة عندك انت عايزاه مفيش اي مشكلة، بس يكون طعمها حلو. وبتقلبي تقليبة بسرعة كده على السريع، بحيث ان الزبدة تاخد الحرارة بتاعة الخليط بتاعنا وتدوب في كل المكونات بتاعته، ويبقى معاكي خليط زي ما انت شايفة كده ناعم وجميل. يلا بقى جهزي القوالب بتاعتك اللي هتصب فيها الخليط، او القالب الكبير او صينية او بايركس، اي حاجة عندك تقدري تعملي فيها. حاجة سيليكون بقى، اي حاجة عندك انت بتحبي تعملي فيها مفيش اي مشكلة خالص. وانت عارفة لو هتعمليه في ورق كب كيك وصينية كب كيك هيبقى جميل وتحفة جدا. انا بحب طبعا الحاجات الانديفيدوال الصغيرة دي، فخلاص جبت القوالب بتاعتي او البايركس بتاعي اللي هو البولات الصغيرة، وبدأت احط في كل واحدة تلتينها تقريبا. حابة تزودي الكمية تقللي الكمية دي بقى على حسب ما انت عايزة خالص. والاهم من ده كله انك اول ما تحطيها كده هتسويها بحيث ان هي تاخد شكل ناعم من فوق. انا هنا سويتها بالاسباتيولا، بس عقبال ما انا بصور بقى وباخد وقت وكده في عمايل الحاجة، يعني انت هتبقي اسرع مني في البيت اكيد بكتير. فانا طبعا بجيب كيس تلاجة، او تبلي ايديكي وتعملي بيها، بس انا مفضلش الحركة دي طبعا. كيس تلاجة وببطط عليه او بنزل بيه الخليط كده بحيث ان هو يبقى متساوي معايا، وعلى طول بيطلع زي الفل كده زي ما انت شايفة الكزرولة بتاعتنا، ولا لزق فيها حاجة ولا في الجناب ولا تحت ولا شاطط ولا اي حاجة خالص. ده كله عشان التسوية المظبوطة والخطوات المظبوطة. كده انت ممكن تقدري تدخليها في التلاجة وتاكليها بألف هنا وشفا، وعليها شوية مكسرات وخلاص كده وشكرا. بس طبعا احنا بنحب نزود ونزين ونحلل حاجة اكتر، فهنعمل طبقة جناش كده حلوة. مش هنستعمل كريمة خالص، وانا هستعمل قشطة خالص، بس لو عايز تستعمليهم براحتك. بس طبقة جناش كده هتدينا اللمعة الجميلة وطعم اللذيذ كأنك حاطة افخم كريمة في السوق. جبت معايا هنا تلت كوباية لبن، يعني حوالي 80 جرام كده، لبن عادي من التلاجة ساقع. وحطيت عليهم كمان ربع كوباية كريم شانتيه، يعني حوالي 45 جرام كمان. طبعا الحاجات دي كلها بديل للكريمة اللي احنا هنجيبها. عندك كريمة وعايزة تعملي بكريمة زي الفل، بألف هنا وشفا ليكي. عايزة تعملي بعلبة قشطة معلبة برضو زي الفل. لكن طبعا الكريم شانتيه واللبن دي كده حاجة اقتصادية وجميلة، وهتديكي نفس الافكت ونفس الطعم ونفس كل حاجة بتاعت الكريمة. بدوب كده الكريم شانتيه في اللبن وهو لسه ساقع تدويبة حلوة، بحيث ان هو يبقى سايل معاكي كده ومفيهوش تكتلات خالص. وعلى طول جبت نص باكت شوكولاتة، يعني 100 جرام شوكولاتة دي باللبن. لو حابة دارك شوكليت تبقى جميلة ولذيذة جدا، لو حابة وايت شوكليت بألف هنا وشفا. انا حبيت بقى احط المرة دي الوسط. في الوصفة اللي فاتت في الايس كريم كنا عاملين دارك شوكليت. وفي حالة 3 طبقات اللي كان بجوز الهند، ما تنسيش تشوفي الفيديو بتاعه، حاجة ممتازة ولذيذة وروعة من الاخر. كنت عاملة دارك شوكليت تقريبا، فالمرة دي عملت الشوكولاتة بالحليب. حاجة ممتازة وجميلة. حطيتها على النار، على النار هادية جدا، وبدأت اقلب فيها لغاية ما الشوكولاتة ساحت. ما بسكتش ان هي ساحت بس، لا بسيبها تاخد سخونية حلوة كده، مش لازم تغلي معايا، بس بسخنها كويس لغاية ما توصل معاكي بالقوام دوت. اهم حاجة طول ما هي على النار لازم تقلبي فيها وتجيبي من الجوانب بتاعتك، بحيث ان هي ما تعملش طبقة على الجناب كده وتعمل قشرة معاكي بعدين. كده خلاص انا كده مرضية وسخنت معايا، هرفعها من على النار على طول، وهقلب فيها تقليبة بسيطة كده، بحيث لو في اي حاجة في الجناب كده ولا حاجة عملت تكتل بتدوب معايا مع السخونية. وبسيبها تهدى حوالي كده 3-4 دقايق علشان ما نزلهاش سخنة على الخليط. وخلاص كده هديت، وكمان اصلا الخليط اللي احنا كنا عاملينه كان برد كمان، وهبدأ انزلها عليها.
طبعا الطبقة دي ترجع سمكها ليكي، حابة تضعفي سمكها مفيش اي مشكلة، حابة تعملي بنفس المقادير دي مفيش اي مشكلة، بس هتضعفي النسبة بتاعت المقادير، ودي اهم حاجة معاكي. انا حطيت تلت كوباية لبن اللي هي 80 جرام، هحط عليهم 45 جرام كريم شانتيه. ولو حابة تضعفي ضعفي زي ما انت عايزة. على طول لو هتزيني بمكسرات تجيبيها وهي سخنة كده تضيفي عليها المكسرات. لو عايزة تحطي فواكه تستني اما تبرد شوية وتحطي الفواكه مفيش اي مشكلة. لو عايزة تحطي سوداني مجروش، جوز هند، معرفش ايه، ده كله يرجعلك. اي مكسرات عندك، ومن غير مكسرات كمان طعمها لذيذ وتحفة وزي الفل. خلصت كده الكمية كلها، ندخل على التلاجة بقى. قعدت معايا ساعة بالظبط لغاية ما الطبقة مسكت معاكي. شايفة ما شاء الله اللمعة اللي في طبقة الجناش اللي فوق؟ تحفة بجد، جميلة جدا واقتصادية وهتعجبك وطعمها لذيذ جدا جدا. يعني انا والله ساعات لما بيفيد شوية جناز زي دول كده بقعد اكلهم بالمعلقة كده وانا قاعدة. ما شاء الله طعمها لذيذ وتحفة جدا. وهستنى رأيك في الكومنتات وتقولي لي رأيك لو عملتيها. وهستنى كمان لو عايزة تبعتي تطبيق، موجود التليجرام بتاعي عندك فوق، هستناك ان شاء الله.